لو شفتوا الجمال ده وما قلتوش قوموا يلا نعمله، مش هيبقى صح بجد. تعالوا نشوفوا بقى ونعمله يا جماعة، نوريكم اتعمل ازاي. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. نعمل النهارده مع بعض شعرية زمان الفلاحي اللي بتتعمل بقى في البيت الجميلة دي. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ معانا كيلو دقيق نخلناه وشهدناه. النخل ده يعني شهد العجين. وكده ايه، هنحط معلقة صغيرة كده ملح. معلقة صغيرة ملح. العجينة دي عبارة عن ايه؟ بتتعجن بمية ودقيق وملح، اكتر من كده مفيش. بس انا بقى من عندي النهاردة هعمل ايه؟ هحط بيضة ديت من عندي نوجة، وهحط كمان معاها معلقة خل، لان ايه؟ عشان زفرت البيضة. معلقة. وهنحط ايه؟ المية قلنا كيلو دقيق له نص كيلو مية، احنا هنحط اقل من نص كيلو النهارده. احنا معانا كده ايه؟ النص كيلو مية بس، مش هنحطه كله عشان احنا عايزينها عجينة ناشفة. هنعجن العجينة. الموضوع هياخد شغل كتير، مش عايزين نطول الفيديو. فهنعجن العجينة كده بقى يا حبايبي. العجينة اتعجنت، شوفوا عاملة يعني ناشفة. ما اني ما حطيت المية، ما فيش الا هما الحبة دول اللي باقيين، يعني ما يجيش نص فنجان قهوة. فاحنا كل اللي هنعمله بقى ان احنا هنقطعها. شوفوا جامدة ازاي، بس لازم نلتناها حلو برضو. شوفوا العجينة، اخدمي عجينتك تظبط معاكي في اي حاجة. كل اللي هنعمله هنمسكها ايه، نكورها كده عشان نسيبها ترتاح 5 دقايق، ونروح ايه جايين بقى نقول هنعمل ايه. تعالوا بقى يا جماعة نتفرج بقى على الشعرية. بططنا بقى الرغيف كده، وهنوريكم هتنزل عاملة ايه. شايفين الجمال ده؟ اللهم صل على النبي، الصلاة على النبي. شوفوا دي بقى السمك الحلو للشعرية. ايه، حط لها شوية دقيق عشان ما تعجنش، ونحط في الاطباق الصواني اللي عايزه تحط فيها، ونحطها كده اهي. ننشرها بقى خالص، مفتله خالص كده، واسعه عن بعضيها. وكل اللي يتعمل فيها تتحط في الشمس، ويتعمل لها ايه، او إيه، مفيش شمس عندي لا يعني، بس انا هحطها في الهوا يعني. تحط في الهوا كده لحد ما تنشف، وبعد ما تنشف هتتحمص في الفرن، وكده الشعريه تبقى خلصت. وهنقول احنا هنعمل ايه تاني. احنا كل اللي عملته ان انا مسكت رغيف من العيش اللي مقطعه اهو، حطيته عليه دقيق. انا قطعت العيش وسبته يعني ما كملش 10 دقايق، عشان برضو ما احناش عايزينه يبقى سايب قوي. وهنحط الحته بس، اذا كش الدنيا مش عارفه اظبط لكم الدنيا. انا كنت عملت كل حاجه ايه عملناها، فردناها الفرده دي كده والبطه. هنحطها في الناحيه بتاع المكنه. انتوا شايفين المكنه اصلا؟ شايفين بتاع المكنه دي اللي هي بتعمل ايه، بتفرد العجين. المكنه ده شوفوا بقى يا حبايبي، احنا هنحط بقى. احنا فردنا واحده قدامكم كده والبطاطا حبه، وهنيجي بقى ايه هنحط لها. شوفوا العجينه ناعمه وجميله ازاي يا جماعه، يعني بتاخد وتدي كده معاكي. هنحطها بقى في الناحيه بتاع الخبيز، الناحيه اللي احنا بنخبز بيها.
احنا كنا بنقلب بقى عيش بمنتهى الجمال في الفرن ويقب باللقمه كله كده اهي. وشوفوا الرغيف بقى طول ايه. شوفوا الرغيف طلع منها عامل ازاي. هنرجع بقى ننقل السلاح بتاعها ونحطه مع بتاعه الشعريه. ان شاء الله اعمل لكم عليها المخروطه. هنحط ونشغل كده. كده احنا وريناكم كل الخطوات. هنزود الدقيق شويه تاني كده اهو، ونحط بقى برضو على الطبق لحد ما نخلص الكميه كلها اهي. هنفردها بقى في صينيه كبيره خالص تبقى واسعه كده، وهنحطها في الهواء هتنشف ان شاء الله. ومن اول تاني اوريكم تاني واحده. انتوا شفتوا كده الشعريه كلها خطوات ديت انا بططها كده بالبطاطا. نحط عليها شويه دقيق. الدقيق ده طبعا هنفضه ما نيجي نحطها في الفرن تتحمص يا جماعه، مفيش اي مشكله. العجينه شوفوا جميله ازاي، عملناها بالبطاطا كده. هنرجع بقى نفردها في المكنه. مكنه كمنها مش مثبته، مانيش متحكمه فيها، فاحنا بنثبتها على الطبليه بقى وبنقعد لما نعمل. والله الحاجه حلوه. جبت يا جماعه 3 صواني كبار. ده طبق كبير اهو، وديت صينيه اكل اهي، ودي صينيه اهي. والصلاه على النبي الكيلو ما خدش 10 دقايق شغل، وجماله وجميله 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 ايه كده يا جماعه. الشعريه شوفوا نشفت وبقت جميله اهي. هنروح بقى نحمصها في الفرن كده يا حبايبي. حمصنا الشعريه اهي، شوفوا لونها وجميله ازاي. واللهم صل على النبي، ما بتاخدش وقت في الفرن على 170 ونار هاديه، وما فيش وما تسهيش عنها عشان بتحمر بسرعه. دي اول حاجه. هي كده انا عملتها يا دوبك، عملتها تقريبا الظهر. تاني يوم الصبح لقيتها مشمعه وناشفه وحلوه. جيت حمرتها، فما قعدتش برضو كتير لان ما فيش شمس، وحطها في البلكونه في الضله. وديت يا جماعه كده معلوماتها كلها. وهجي اعمل لكم منها دلوقتي شويه بلبن تشوفوها. يعني ما شاء الله شوفوا عامله شويه حلوين. الكيلو دي عمل كميه جميله جدا وممتازه، وعامله حاجه نظيفه في بيتك وسهله سهله بجد. كده يا حبايبي حطينا الميه على النار اهي بتغلي. هنحط الشعريه اهي، عشان والله الشعريه لسه سخنه، يعني مش هقول لكم بردت، لسه سخنه. يعني ممكن بقى تعمليها على فكره كمان، ممكن تعملها زي المكرونه العاديه، ممكن تختمها زي الرز، بتبقى حلوه برضو، ما هيش وحشه بجد. وبعملها معاكم لاول مره، وما عملتها وبجرب كل حاجه معاكم مع بعض اهي. هنعملنا سخنا بقى شويه لبن مغليين، وحطينا عليهم حته الزبده، وهنظبط طبق شعريه ممتاز من صنع ايدينا، وشغل قيم ونضيف وحلو. واهو شوفوا اللهم صل على النبي اللون عامل ازاي. شايفين لونها؟ بالصلاة على النبي ايه. وسايباها قدامكم بقى عشان يعني بجد ايه يبقى الشغل على نار، مش هشيل مش هطفي القمر. تعالوا نشوف بقى الشعرية
صفناها من الميه، شايفين نازله حبايه بحبايتها ازاي اهي. عشان تصدقوني انا بعمل لكم حاجه حلوه تستحق اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. دي زبده على اللبن اهي. وهنحط بقى شويه جوز الهند، هنحط كمان ايه جوز الهند اهي. هنحط كمان شويه فانيليا يدولها ريحه وطعم حلو اهي. وهنقلب الخلطه ديت في بعضيها عشان ايه تدينا كله يشرب من بعضه كده. ما شاء الله. اجمل من الشعريه بقى اللي هي بتتحمر وتتعمل بلبن ديت جربوها بصراحه تحفه بجد تحفه والله. وطريقتها سهله ومش صعبه، وكانوا الناس بتعمل الحاجات دي يا جماعه وبتتعب بجد بتتعب. سوداني وزبيب ونظبط كده ونهيئ ونخلي الحاجه. واللي عنده مكسرات بقى يحط ايه رايكم بقى في الطبق الروعه الخطير ده؟ فطار عشاء لاولادنا. والى اللقاء لفيديو قادم. والفيديو ده يستحق الشير واللايك وانكم تشجعوا بجد بجد.